دعونا نبدأ بسؤال الإعلامي الليبي الدكتور رمضان بن عامر مدير تحرير جريدة العين تايمز. قل لنا يا دكتور في البداية، خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ خلاص خلصت؟ نحن انتصر القذافي عسكريا؟ لا القذافي يلعب أوراقه الأخيرة. القذافي يلعب الأخيرة دي حقيقة من الثوار. نعم. كثيرا، والراجل ميدانيا انه عمال يتقدم ويأخذ المدينة تلو المدينة. هو أولا لديه أوراق كثيرة. نعم. جهزها لمدة أكثر من 40 عام. الآن يلعب على أوراقه الأخيرة العسكرية، حيث أن طائراته التي يهاجم بها الثوار الآن هي تعتبر في السلاح المنظومة العالمي مجرد خردة، لأنها ممكن أن يهجم الثوار، لأن ليس هناك تكافؤ في الأسلحة. احنا سمعنا أن هم أسقطوا طائرتين. نعم. اليوم الخبر الصار، لكن طائرات مروحية ولا مقاتلة؟ اثنين اللي سمعت أنا، 2 طيارات ميراج عاديات وطيارة مروحية. ده معنى كده ان عندهم صواريخ ضد الطيران العالي. لانه الميراج دي مش طياره يعني تطير على مستوى منخفض. هي تعرف زي ما تعرف الحرب استاذ محمد عبد الرحمن، بانه احيانا الحق يدفعك بانك تنتصر. فنحن الليبيين انتصرنا على ايطاليا، وايطاليا كان لها طائرات ومدرعات ودربات، ونحن كان لنا اونلي الاحصنه والاسلحه العاديه. ولكن صاحب الحق دائما ينطق ودائما ينتصر. ولهذا بنغازي في رأيك ستصمد؟ نعم. بنغازي صامدة. بنغازي رباية الذايح which is the home of the people who do not have home is gathered by so many. هي مدينة فيها من الحيوية والنوعية من الناس اللي خلقت entrepreneurial spirit، يعني بمعنى انهم هم سيدافعون وليس يخسرون، وبما ان الثوار يخسروا معارك ولكن سيربحوا الحرب برا وجوا ومن البحر. عنده بوارج، عنده زوارق حربية بتقصف كمان من البحر. نعم. طيب المدينة الوديعة دي هتصبر على كل القصف ده دكتور رمضان؟ ستصبر، لأن سكانها وأهلها مصممون على أن لا يعودوا إلى نظام القذافي، لأنه فقد شرعيته وخسر كل شيء، وإنه لا يريدونه ومستعدين يخسرون حياتهم كلهم على آخر شخص في المدينة على أن يستسلموا لهذا الطاغية، لأنه سيعذبهم أكثر إذا ما استسلموا. أمريكا بتقول أنه القذافي سينتقم من الجميع إذا ما أتيحت له فرصة يعني أن يسيطر مرة أخرى على كل ليبيا. صحيح. وأن يهزم كل الثوار. صحيح. ولهذا على أمريكا أن تفعل شيئا، أن تزود الثوار بالسلاح، أن تساعدهم في قدر الإمكان. نعرف أن محللون أمريكيون اليوم، أنا نسمع في سي سبان محطة من أمريكا من الكونغرس الأمريكي بتقول أن فلاي زون لا يجدي، لأن حظر طيران. نعم حظر طيران لا يجدي، لأنه القذافي أصبح يغزو بريا الآن. ولكن نحن نريد والأسلحة لهذا الثوار، لأنهم مصممون على الانتصار، والبوابة والمعركة الحاسمة ستكون في جدابيا، وسننتصر في جدابيا إن شاء الله. وهناك كر وفر، ولكن كل المعارك كر وفر. ولكن إذا ترى بأنه ليس هناك تكافؤ، ليس هناك تكافؤ في الأسلحة. طيب يا دكتور، أنت عائد من لتوك من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. نعم. ولديك انطباعات تتعلق بقدر التمثيل الإعلامي للكفتين في ليبيا، كفة الإعلام الرسمي الليبي وإعلام الثوار. نعم. الإعلام كما تعلم هو سلاح قديم للغرب، ولكن سلاح جديد لدينا تعلمناه أخيرا. الإعلام ممكن أن يصبح واجهة، يعني من واجهات الحرب. فهناك العسكرية، وهناك السيكولوجية، وهناك المادية، وهناك الإعلامية. الآن في الإعلام هناك التشجيع والترغيب وأيضا التخويف، فهناك الديس انفورميشن، والقذافي أبدع التضليل والترويج لأشياء غير حقيقية، وهكذا يرعب الناس. فهو كاذب لمدة 40
42 سنة أو شو، أنه هو كذب على الشعب الليبي وكذب على العالم، وأنه يربح بورقة واحدة هي البترول. فأصبحت المعارك كما قلت في حلقة غدا معارك على البترول، معارك اقتصادية. فأنا أعتقد أن القذافي هو يريد أنه يحتوي على المنطقة الغربية من البلاد، وأيضا على بعض مناطق البترول، وأنه سوف لا يتقدم إلى بنغازي لأنه عارف منذ سنين بأنه لا ينتصر في هذا البلد. لكن الثوار في ذات الوقت مقصرون فيما أتصور، لأنهم لا يقدمون إعلاما بديلا سيدي. نعم. وهناك القذافي عنده خلفيته من المادية والإعلامية وأعوانه والاستفادة من أكبر شركة علاقات عامة في أمريكا يدفع لها الملايين، وأيضا لمدة 42 سنة وهو يجهز لهذه وعنده الخلفية. البداية من الإعلان أصبحوا فجأة في الواجهة، وبما أنهم في الواجهة اليوم هو اليوم 30 من الثورة الليبية، وأنهم استطاعوا أن يخرجون 7 جرائد، 7 صحف شبه يومية، بعضها يتكلم باللغة العربية، بعضها بالإنجليزية، وبعضها باللهجة الليبية. فهناك الثقافة متواجدة. وأيضا استطاعوا أن يفتتحوا محطة إذاعية لجميع الجماهيرية ومحطة تلفزيونية. صحيح، في محطة تلفزيونية، لكن هل نستطيع استقبالها فضائيا أم أنها تبث أرضيا في ليبيا؟ للأسف الآن يبحثون عن وسيلة لبثها عن طريق أرب ست أو نايل ست أو هات بيرد عشان تصبح عالمية، ليصبح صوتهم للعالم. طيب، ما الذي تفهمه يا سيدي من القرار المرتقب لمجلس الأمن والذي تقول مسودته سنبقي كل الخيارات مفتوحة ما عدا خيار الاحتلال العسكري المباشر؟ يعني أظن من الممكن دعم بالأسلحة، من الممكن حظر طيران، أشياء كثيرة. نحن نرحب لكن بهذا. حتى الثوار يرفضون حكاية الاحتلال المباشر. نعم. نحن لا نريد احتلال، لا نريد أحد يساعدنا بجنوده، لأن هذا يعتبر مساعدة أو سرقة للثورة أو مساعدتنا على نيل الحرية. نحن كثوار، الثوار الليبيين مستطيعون أن يتحصلوا على حريتهم وعلى حرية الشعب الليبي إذا ما كان توفر لهم الأسلحة الكافية. يعني أنت ترى أنه مسودة هذا القرار إيجابية؟ نعم. طيب، نحن نريد بعض المساعدات. دول الجوار العربية التي تتحرج جدا من أن تطلق طلقة واحدة باتجاه ليبيا حتى ولو كانت في صدر العقيد، أنا بقول لك ده، ومصر قد أعلنت للتو أنها لن تفعل ذلك. لن تضرب ليبيا إطلاقا. نعم. أعتقد هذا رأي مصر، وهذا رأي صائب، لأن مصر في حالة ثورية الآن ولسه مش مستقرة. في نفس الوقت عندهم واجهة أهم صحيح. أن يدافعوا عنها، وهي الواجهة الشرقية، إسرائيل. ونحن نريد منهم فقط المساعدة المعنوية والمساعدات الإنسانية. هل تتوقع فعلا أن، وكما يتخوف المصريون، أن يتدفق لاجئون يقدر عددهم ب100,000 إلى الحدود، إلى منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر هربا من بطش العقيد؟ أنا لا أستطيع التوقع، ولكن لا أعتقد أن هذا سيحصل. ولكن هذا حصل في التاريخ صراحة. وهناك قبائل ليبية هم مهاجرين من أيام الطليان، حرب الإيطاليين أو كذا، هاجروا إلى مصر علي. أو أولاد علي أو جو. لكن أعتقد أن أولاد علي لا يعترفون بحكاية مصر وليبيا، يقولون هذه أرضنا وكفى. نعم. أولاد علي ما زالوا يعيشون بدون حدود. وهناك من له عائلة هنا وعائلة هنا. صحيح. ولا أحد يجرؤ على منعهم الحقيقة. صحيح. والمناطق الحدودية كلها هكذا صراحة. يعني حتى مثلا أنا كنت عايش في أمريكا، وحدود المكسيك مع أمريكا يتزوجون صحيح. من بعض ويذهبون من بعض طب قل لي وهكذا. قل لي يا سيد رمضان. نعم. القذافي وأظن أنها بادرة لتحسين سمعته عالميا،
قال إنه يوم الأحد سيكون يوم وقف إطلاق نار من قبل قواته لكي يتيح الفرصة للمتمردين بحسب وصفه لتسليم أنفسهم، وأنه سيعفو عنهم جميعا. ما رأيك؟ أنا لا أصدق هذا الكلام من القذافي. أي جزء لا تصدقه تحديدا؟ العفو؟ لا أتصدق العفو. لو سلموا نفسهم يذبحهم؟ أكيد. لا أصدق العفو، ولا أصدق أنه سيلتزم بهذا. هو لي سوابق، له سوابق لمدة طويلة وحروب كثيرة، حرب تشاد الخارجية وحرب داخلية وهكذا. يعني أنا لا أصدق هذا، ولكن أنا أعتقد أن القذافي مع أنه يربح بعض المعارك ولكنه سيخسر الحرب في النهاية. أنت شايف كده؟ نعم. أنا أتمنى أن يتحقق ما تقول يا دكتور رمضان، إن شاء الله. لأنه حتى الأمريكان يتخوفون من انتقام القذافي إذا ما عاد وسيطر على ليبيا بأسرها مرة أخرى قريبا. هل الصورة التي تنقل أو الانطباع الذي يتولد لدينا أنه بعد ما استولى على مدينة مصراتة مثلا، إذا ما كان قد استولى عليها تماما كما يزعم، تصبح هذه المدينة كلها تحت سيطرته، ولا في جيوب مقاومة وكر وفر كما قلت أنت؟ دائما سيكون هناك كر وفر، ولا يخفى عليكم أن هناك ناس مدسوسين أيضا يعطوا للقذافي معلومات، لأن كانوا في بنغازي وكانوا في بلدان أخرى. وسمعت خبر بأنهم في بنغازي حصلوا على معلومات على حوالي 100 شخص، عصابة من 100 شخص هي تقدم من أعوان القذافي، تقدم لهم الخدمات والأخبار وهكذا. نعم، كطابور خامس بالضبط. سيدي، نتمنى أن تنتهي هذه المأساة سريعا. شكرا جزيلا للأستاذ رمضان بن عامر، مدير تحرير جريدة العين تايمز. مشاهدينا الكرام، لبنى فواز تقدم فقرة قارئة الاقتصاد توا.